مباراة صعبة للنادي الأهلي أمام نادي المقاولون العرب في الدوري. وليه مباراة صعبة؟ لأنها مباراة تحسم كتير في مصير يسترب، هتحسم كتير في مصير النادي الأهلي في الدوري، وهتحسم مصير لاعبين كتير في النادي الأهلي. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك واعمل لايك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ. وانا طلعت النهارده اقول لك تشكيل النادي الاهلي امام نادي المقاولون العرب مخصوص لان يسترب عامل مفاجآت في التشكيله دي من اول مركز حراسه المرمى لحد مركز المهاجم. ففي مركز حراسه المرمى طبعا كلنا شفنا اخطاء الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت، فطبعا هيكون اساسي وده الاحق والاقدر حاليا والفورمته. فطبعا كل اسطوره ليها نهايه وكل اسطوره برضه لمصطفى شوبير كل اسطوره بدايه. فدي بدايه مصطفى شوبير الحارس اللي بيلعب برجله حلو، الحارس المتالق مع النادي الاهلي الفتره الجايه في بطوله دوري ابطال افريقيا. فهو الحارس الاحق والاقدر ان هو يلعب بقيه مباراه النادي الاهلي الجايه، مش بقيه مباراه النادي الاهلي في الدوري بس او في دوري الابطال بس. لا محمد لا عندنا مصطفى شوبير هو المفروض يكون هو حارس النادي الاهلي الاول، وهو بنسبه 100% هيكون حارس النادي الاهلي في المباراه دي. نروح بعد كده لاثنين في قلوب الدفاع. اثنين في قلوب الدفاع طبعا الثنائيه هتستمر، ثنائيه هادي رياض وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم دلوقتي هو الوحيد في مركز قلب الدفاع اللي حاجز مكانه اساسي. المنافسه دلوقتي ما بين ياسين مرعي وهادي رياض. ياسين مرعي حاليا منصاب، فهادي رياض بنسبه 100% اللي هيكون اساسي. لكن عبال ما تشوف ياسين مرعي رجع هتلاقي في المركز ده تنافسيه ما بين هادي رياض وعمرو الجزار، وهتلاقي ما بين ياسين مرعي. نروح بعد كده لمركز الباك رايت. وفي مركز الباك رايت طبعا عندنا محمد هاني. اعتقد وبنسبه كبيره ان محمد هاني هيريح المباراه دي وهنشوف كريم فؤاد. ده اعتقد ان هو ده هيحصل، ودي تبقى جراءه كبيره تتحسم ليسترب ان هو يلعب لاعب كبير جدا جدا، لاعب شرس، لاعب عنده الروح اللي غايبه عن النادي الاهلي زي كريم فؤاد، ويريح محمد هاني منعا للاصابات. نروح بعد كده لمركز الباك ليفت. واول ما قلت لك المركز الباك ليفت اكيد انت عرفت على طول يوسف بالعمري. اول ما جه هو حجز المركز ده باسمه خلاص. في مركز الباك ليفت عندنا يوسف بالعمري اساسي بدون كلام. نروح بعد كده لمركز 6، مركز خط وسط مدافع. وفي مركز خط وسط مدافع عندنا اتنين لعيبه هيكونوا اساسيين. هتقول لي ازاي اتنين لعيبه في مركز خط وسط مدافع؟ مركز 6 هيرجع لنا اليو ديانج، ويكون جنب اليو ديانج مروان عطيه، الثنائيه اللي بتحكم للنادي الاهلي الملعب بعد سوء مستوى محمد علي بن رمضان. اعتقد ان محمد علي بن رمضان مش هيلعب في المباراه دي اساسي، اللي هيكون اليو ديانج وهيكون جنبيه مروان عطيه. اسوأ مباريات محمد علي بن رمضان كانت مباراه النادي الاهلي اللي فاتت امام زد. بعد كده نخش المركز 10، مركز خط وسط مهاجم. طبعا قلنا في مركز خط وسط مهاجم هيكون امام عاشور. امام عاشور المركز ده محجوز باسمه. امام عاشور في المركز ده بيبدع، بس كان غايب برضه هو وبقيه اللاعبين كان غايبين في مباراه زد، تحس ان هو كده ما كانش لهم لازمه في مباراه زد. لكن في مباراه النادي الاهلي امام المقاولون العرب لحد ما احنا جينا كده عند مركز خط وسط مهاجم، هي دي التشكيله اللي بنسبه 100% هتكون اساسيه. بعد ما قلنا امام عاشور في مركز 10 خط وسط مهاجم، نروح بعد كده لمركز الجناح الايمن. وفي مركز الجناح الايمن رجع له احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو هيكون اساسي 100% في مركز الجناح الايمن. اعتقد ان احمد السيد زيزو مستواه متراجع الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله في مباراه المقاولون العرب كل اللعيبه مش احمد السيد زيزو بس، كل اللعيبه تسترجع مستواها وتسترجع روح فانيله النادي الاهلي وتلعب بقوه. نروح بعد كده لمركز الجناح الايسر. ومركز الجناح الايسر اشرف بن شرقي هيكون على الدكه بعد العقوبه اللي خدها وبعد سوء السلوك اللي عمله في مباراه النادي الاهلي امام نادي زد. فبنسبه كبيره اللي هيكون اساسي هيكون في مركز الجناح الايسر محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه اللاعب الاكثر جديه في الملعب، اللاعب الاكثر شخصيه في الملعب، اللاعب الافضل في الملعب مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت او الموسم ده. يعني مع الموسم ده شفنا محمود حسن تريزيجيه لاعب كويس جدا جدا مع النادي الاهلي الفتره دي، ومش لاعب كويس جدا جدا بس، لا ده لاعب هو افضل لاعب في النادي الاهلي حاليا من على الروح ومن على مثلا الشخصيه كلاعب كالتهديف كالصناعه. فهو افضل اللاعبين في الدوري وفي دوري الابطال، افضل لاعبين في النادي الاهلي حاليا. رجوع كاموش في مركز المهاجم لكن مش هيكون اساسي. اللي هيكون اساسي هيكون بنسبه 100% هو مروان عثمان اوتاكا. كاموش طبعا هيكون على الدكه بنسبه كبيره، كاموش ممكن يكون على الدكه ومحمد شريف، لكن اللي هياخد الدقايق اللي كان ربع ساعه اللي كان بياخدها كاموش اللي هياخدها محمد شريف حاليا. محمد شريف اللي هياخد الدقايق دي، واللي هيكون اساسي هو مروان عثمان اوتاكا. هي دي تشكيله النادي الاهلي بنسبه 100%. قلت لك في مركز الباك رايت ممكن تلاقي مثلا لمحمد هاني يا كريم فؤاد، لكن اعتقد ان لو حصلت جرأة كابتن معتمد جمال زي ما دفع بمحمد ابراهيم في مباراه نادي الزمالك ونادي بيراميدز واللاعب قدم اداء جيد، فاعتقد ان كريم فؤاد هيكون اساسي في المباراه دي ويبقى يسترب عمل مجازفه. ومجازفه مش اي مجازفه، لا ده جراءه تتحسب ليسترب في المركز ده.
ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ويكون هي دي التشكيله الاساسيه والنادي الاهلي يفوز في المباراه، لانها مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. استناني بعد المباراه. السلام عليكم.